أهلا بكم في فيديو جديد في دروس الهندسة الصوتية. النهاردة هنشرح برنامج ال EQ، وطبعا كلنا عارفينه ولا غنى عنه في برامج التوزيع الموسيقي أو الموسيقى أو الصوت. أنا شرحت فلتر الريفيرب وفلتر الديلاي، برضه هتلاقيهم موجودين في القناة. أنا قلت أشرح ال EQ بالتفصيل، وبعد كده إن شاء الله فيديو هشرح فيه إزاي تعمل هندسة صوتية للصوت بأكمله. طيب، خلينا كده مثلا نجرب اي حاجة. وهوريك ان انت تعرف ازاي مسارات الصوت بتاعتك، يعني ازاي تشتغل على البرنامج ال EQ اللي هو ده. ده برنامج ال EQ2 لا غنى عنه في برنامج FL Studio. نشرح البرنامج كده نظرة بسيطة. بص، انت شايف عندك 1 2 3 4 5 6 7. طيب خلينا نقول 5 و6 و7 دول مسؤولين على تفتيح الصوت. و1 و2 و3 مسؤولين على ضخامة الصوت. 4 ده بيرفع مستوى الصوت. وطبعا انا يعني بقولك كده نظري، هنخش دلوقتي عملي عشان تبقى فاهم انا اقصد ايه. نفرض مثلا ان انا عندي الصوت ده كده. ناخد مثلا درام ولا اي حاجة عشان نقدر نحدد الصوت هيبقى عامل ازاي وهيختلف في ايه. مثلا رصينا الدرام ده كده، مثلا نخليه كده. طيب ده دلوقتي عندنا الصوت جميل قوي. طيب انا لو لعبت كده مثلا، ركز معايا كده. بيفتح الصوت، يبقى 7 بيفتح الصوت زي ما انت شايف كده. نيجي عند 6. دول كده مسؤولين على تفتيح الصوت. طيب احنا كده عرفنا السوق، يعني الحاجات او فلتر الايكو انت بتستخدمه ازاي، وايه الحاجات اللي انت بتعدل فيها. طبعا انت هنا بتبدأ ان انت تظبط حسب ما انت عايزه بالظبط. يعني كده انت بتوطي الحدة بتاعته، وعايزك لما تيجي تشتغل على الفلتر ده تشتغل عليه، يعني ما تطلعش كده قوي وتنزل قوي كده وتجرب بالطريقة دي. لا، هو مثلا ستاندر كده ببدأ ان انا انزل واحدة واحدة كده، او اطلع واحدة واحدة لحد ما اسمع الصوت زي كده مثلا، عشان ما تفقدش جودة التراك بتاعك او جودة الصوت بتاعتك.
طبعا كل واحد بيبقى ليه ظابطة، وكل اغنية بيبقى ليها مود، بس انا حبيت ان انا اعرفك الاي كيو انت بتشتغل عليه ازاي. يعني هنقوله 5 و6 و7 دول مسؤولين على تفتيح الصوت، هنقوله 1 و2 و3 دول مسؤولين على ضخامة الصوت زي كده، البيزا، وده هنا مركز الصوت اللي انت بتطلع بيه. يعني بت يعني اللي هو ايه، بتخليه مجسم سنة مثلا. يا ريت تكون فهمت الفلتر، وفهمت الفلتر ده بيعمل ايه بالظبط. طبعا هنا برضو اخر نقطة هشرحها لك، دي بيرفع كفاءة الصوت شوية، ودي ما انصحكش ان انت تبدأ تلعب فيها، عشان هتضطر ان انت تضيف فلاتر تانية على نفس التراك اللي انت شغال عليه. فانت لو عملت ديت فانت بتعليه، بيعلى معاك، بس لما بتيجي تضيف آلات تانية او فلاتر تانية جودته بتضعف. فما انصحكش ان انت تشتغل عليها. يعني هي بتبقى برضو حسب ودنك، وهي بتبقى حسية اكتر. ونصيحة مني بقى، دي مني ليك، لما تيجي تظبط صوت اي حاجة او تهندس الصوت، البس دايما هيدفونة، ويكون المكان اللي انت قاعد فيه مفهوش دوشة، عشان تقدر تحدد مسارات الصوت بالظبط. اشوفكم الفيديو الجاي في سلسلة الهندسة الصوتية. سلام.